مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم عندنا تمرين اجرين حارق خارق متفجر للصبايا وللشباب، فيكم تعملوه بالبيت او بالجيم وين ما كنتوا. التمرين هذا للمبتدئين بدون وزن او للناس المتوسطه او المتقدمه بالتمرين اذا حملتوا وزن وعملتوا التمرين. التمرين مدته 20 دقيقه وراح نحرق فيه ما يقارب ال 200 كالوري، وراح نستهدف فيه عضلات الارجل كلها. جاهزين؟ يلا نبدا. رح نبدا بالاحماء. طبعا ضروري جدا قبل يوم الاجرين او اي تمرين تعملوه انه تحموا كثير منيح، لهيك يوم احمائنا رح يكون التركيز فيه على الاجرين. رح نبلش مارش بمكاننا. هلا رح نطلع ني اب، بعدين نعمل مارش، ني اب، مارش كمان مرتين، هوب برافو كمان، كمان نفس الشيء ولكن هالمرة كيك باك. 2 ستيبس كيك باك، خطوتين كيك باك كمان. هلا كيك سايد، خطوتين كيك سايد، كيك سايد، كيك سايد كمان. برافو عليك. تقريبا عم نعمل 3 دقائق وورم اب. رح نبعد رجلينا عن بعض، رح ننزل بالشكل هذا، مرة يمين مرة شمال، أقدامنا متوازيات، وعم نفرش شوي حوضنا لورا، ننزل منيح تحت. اوكي رح نضل شوي هون. الطرف الثاني جامب جاك، اوكي نريح شوي ناخذ وقتنا. تمرين اليوم مؤلف من 5 تمارين بيستهدف عضلات الارجل بشكل كامل تقريبا، ومثل ما حكينا بدايه الفيديو فيكم تعملوهم بلا وزن للناس المبتدئه او مع وزن، اي وزن عندكم اياه، للناس المتوسطه لحتى للناس المتقدمه واللي صار زمان بتمرن. كمان مره جامب جاك، نريح شوي. لسه عندنا مرة كمان جامب جاك، بعد رح نبدأ التمارين. آخر مرة جامب جاك، يلا برافو عليك. اوكي أول تمرين رح ننزل سكوات ونطلع عروس أصابعنا بالشكل هذا. نرجع ننزل سكوات ونطلع عروس أصابعنا. اوكي جاهزين؟ يلا نبدأ. 30 ثانية. كمان ننزل منيح. التمرين هذا رح يستهدف عضلات الفخذ الأمامي، عضلات الفخذ الخلفي، كمان الكالف أو البطة. برافو عليكم. نطلع عروس أصابعنا. 3 2 بس. منريح ناخذ وقتنا. عم نعمل راحة 40 ثانية والتمرين عم نعمله 30 ثانية. خذوا وقتكم شوي. التمرين الثاني تكون اجر قدام اجر ورا بالشكل هذا. المسافة جدا بسيطة بيناتهم، ولكن وحدة قدام وحدة ورا. من هون الاجر اللي ورا عروس اصابعنا، انتبهوا منيح، والاجر قدام بشكل كامل على الارض. من هون عم ننزل سكوات، فنحن بهالحالة عم نركز على الاجر قدام اكثر من الاجر ورا. رح نعمل 15 ثانية يسار، بعد 15 ثانية يمين. جاهزين؟ اجر قدام اجر ورا بشكل جدا بسيط. ننزل 1 2 3 4 5. برافو عليكم. كمان 2. آخر شيء
بنبدل اليسار قدام اليمين ورا رؤوس الصبيانة. 8 عدات رح نعمل. كتير برافو. 3 2 آخر عدة بس. خدوا وقتكم، دايما لازم تكون معكم منية المي. ريحوا شوي. 40 ثانية راحة. طبعا راحة قررت 40 ثانية بدأت 30 ثانية لأن عضلات الأرجل عضلات كبيرة، فبدي راحة شوي أكثر من عضلات اليدين أو الصدر أو الظهر. 10 ثواني رح تفرق. اوكي هلا التمرين الثالث باك لانج. عم ننزل هون، نرجع نطلع، نرجع ننزل، نرجع نطلع. اوكي هذا التمرين رح يركز على الفخذ الامامي، الفخذ الخلفي، الجلوتس. تركيز اكبر ورا. يلا نبلش. 1 2 ممكن ايدينا تكون هون. 3 4 5 6 برافو عليكم. 7 كمان كتير منيح. بنحط اجرنا ورا، ننزل بالشكل هذا. ما في داعي ندق الارض، انتبهوا، ولكن لازم تنزلوا منيح. 3 2 بس. خلصنا ثلاث تمرين. اليوم عم نعمل 3 جولات بس لكل التمارين، يعني بالمجمل 15 ست. رابع تمرين رح ننزل على الارض ونعمل تمرين مشهور جلوت بريدج. لما نطلع لفوق بنعصر الجلوتس بشكل كتير منيح، نرجع ننزل لتحت. نطلع نعصر وننزل لتحت. اوكي خدوا وقتكم. قبل ما تطلعوا لازم تشدوا معدتكم منيح. نشد المعدة، نجهز حالنا، ما نستعجل، نطلع نعصر فوق. طبعا هون بده يحط وزن، بحط وزن هون ومسكوا بايديه بالشكل هذا، بطلع وبنزل. اهم شيء لما نطلع نعصر الجلوتس، نرجع ننزل منيح، نشد معدتنا منيح. برافو عليكم. كمان. اوكي رح ناخذ وقتنا. التمرين الاخير رح يكون كمان على الارض. هالمره رح نعمل سايد بلانك. السايد بلانك بركز على كثير عضلات، منهم عضلات الكور المعده وعضلات الكور الجانبيه خاصه، وكمان عضلات الفخذ الخارجيه. فهذا التمرين رح نعمل 10 ثواني بس، اللي هو 5 6 عدات يمين، ونبدل 10 ثواني الطرف الثاني. فعم نعمل 5 6 عدات. اوكي ايدنا تحت كتفنا مباشره بالشكل هذا، ايدنا الثانيه على خصرنا هون، جسمنا بالشكل هذا. من هون عم نطلع لفوق ونرجع ننزل. 1 2 كثير منيح. 3 4 5 6 نبدل الطرف الثاني كمان 6 عدات. جاهزين؟ يلا. 1 برافو. 2 3 4 2 مور 5 6. اوكي برافو عليكم. هلا خلصنا اول جوله. خذوا وقتكم، بصير جهز مع المنشفه، ضروري تجهزوا معكم منشفه. التمارين هي رح تعرقكم، رح ترفع دقات القلب. هلا دقات قلبي 120 تقريبا، فما تستهينوا ابدا. اذا كان معي وزن دقات قلبي رح تكون عدد كثير. رح نرجع نعيد من الاول. التمرين الاول رح يكون سكوات لفوق، عم نطلع كعبنا لفوق، اصابع رجلينا على الارض. جاهزين؟ 30 ثانية. بلشنا. 1 2 3 4 برافو عليكم. 5 ما في داعي ننزل كثير لتحت. 6 7 8 9 سمعنا 10 ثواني. اللي تعب يوقف، اللي ما تعب كمل. 5 4 2 بس.
طبعا في جدل كبير على السكوات وين لازم ننزل. في ناس تقول انزلوا تحت انزلوا تحت. غلط. كل شخص بفرق عن الثاني، كل طول بفرق عن الثاني، كل وزن بفرق عن الثاني، كل حركية موبيليتي بالحوض بتفرق من شخص للثاني. في ناس ما عندهم مشكلة ينزلوا تحت، في ناس ينزلوا لهون كافي. رجاء ما تسمعوا لحدا. اجر قدام اجر ورا، ننزل سنجل ليج سكوات 15 ثانية كل اجر. جاهزين؟ فينا 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هو 15 ثانية. بنبدل 1. برافو عليكم. 2 3 4 2 مور. آخر شيء هتحصل التركيز على الإجر اللي قدام بس ما نريح. تمرين 3 باك لانج. مثال أنا طويل، أنا ما فيني أنزل ديب سكوات، أنا عظامي طوال، مستحيل أقدر أنزل ديب سكوات إلا إذا اشتغلت على الموضوع بشكل جدا قوي وعلى الموبيليتي تبعيتي، وبالأخير ما في داعي. ما بعرف، ممكن تشوفوا شخص اجريه اطول من جذعه، هذا ما فيه ينزل ديب سكوات اساسا لانه اجريه عظامه كثير طويله. فالموضوع مو بهالبساطه، هي الموضوع علم ودراسه. عم نعمل باك لانش. جاهزين؟ ثالث تمرين. بلشنا. 1 2 كثير منيح. حط اجرنا ننزل كثير منيح ورا. برافو عليكم. طبعا الباك لانج تفرق عن الفرونت لانج، مع انه تقريبا هي نفس الاداء، ولكن مره بتروح انت رجل قدام، مره بتروح رجل ورا. اذا بتعرفوا شو الفرق اكتبوا لي بالتعليقات. كمان اوكي نريح، خذوا وقتكم. طلعنا تمرينين بالجوله الثانيه على الارض. ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناه، ما تنسوا. هذا الشيء رح يدعمني وهذا الشيء رح يحفزني انه ما اوقف. صدقوني التمارين هي يعني احترافيه بشكل ما رح تلاقوها بمحل ثاني. جاهزين؟ رح ننزل على الارض. جلوت بريدج. نشد معدتنا، رجلينا مناح على الارض على نفس المستوى. نشد معدتنا منيح، ومن هون منبلش. 1 كمان 5. نطلع لفوق، نعصر الجلوتس منيح ما ننسى. منضل ثانية فوق بعد ما ننزل. كمان 3 2 1 بس. عم نعمل سايد بلانك، بنجهز حالنا. شو قصدي التمارين الاحترافية؟ تمرين بحد ذاته ما بتغير. ممكن شخص يجي يعلمك تمرين، ممكن شخص يجي يعطيك طريقة تمرين، ولكن وضع التمرين بترتيبة معينة ضمن الورك اوت، هذا الشيء رح يفعل العضلات بطريقة مختلفة، ورح يعطيك طاقة أو يخلي طاقتك بالجسم تخلص بشكل مختلف. يعني أنت تبلش تمرين برتم وتخلص التمرين برتم مناسب جدا. موضوع بدي شرح. جاهزين؟ بلشنا. عم نعمل 6 عدات كل طرف. 2 3 بنشد منيح فوق. 5 6 بدل الطرف الثاني. بنبدل هون، ايدنا هون، نطلع فوق. 1 2 3 4 برافو عليكم. 5 6 اوكي ممتاز. استعنا جولة. اشربوا شوية مي، ريحوا، خذوا وقتكم. شوي. عم نبدا اول تمرين
سكوات لأب، دوز أب أو هيلز أب، نطفي شوية التسمية. جاهزين؟ آخر جولة شدوا منيح. بلشنا. 1 2 برافو عليكم. 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان. ننزل من تحت، نطلع فوق، نشد فوق. اوكي، ناخذ وقتنا نريح. اللي عم بتمرن حاسس تمرين خفيف، خذ اي وزن عندك بالبيت حطه بايديك وخليك هون واعمل كل التمارين ما عدا الجلوتس بريدج مثل ما حكينا الوزن هون، والسايد بلانك هناك ما حط الوزن. في طريقه تصعب التمرين ولكن ما في داعي هلا حاليا تعملها، رح نشوف بفيديوهات ثانيه. ناخذ وقتنا نريح. دقات القلب 130 129 ممتاز، هذا معدل حرق رائع بيكون بقلب التمرين او الدقات بشكل عام. جاهزين؟ يلا اجر قدام اجر ورا، عم ننزل سكوات. اجرنا لورا ما ننسى على وسط اصابعنا. بنبدل الطرف الثاني. برافو عليكم. اوكي، نريح ناخذ وقتنا. طبعا 3 تمارين. طبعا في ناس رح تعرق وفي ناس ما رح تعرق ابدا، مو غلط. في صبيه بدربها بيطلع دقات قلبها 170 وما بتعرق. تخيل 170. انا هلا حاليا دقات قلبي ب 120 عرق، فما له علاقه ابدا. هذا شيء صحي، هذا شيء مو صحي، هذا موضوع مختلف تماما. ولكن مو شرط تعرق لهذا يعني انه انت عم تحرق كالوري ابدا. باك لانج. جاهزين؟ يلا. 1 2 3 عم نحط رجلنا ورا، ننزل منيح تحت. 5 6 last one. بس برافو. باقي تمرينين شدوا حيلكم، ريحوا منيح. اعطيكم 40 ثانية لتريحوا حتى ضغط القلب تنزل شوي، حتى عضلاتكم يرجع لها الطاقة شوي. جاهزين؟ عم نسطح على الأرض. جينا بالشكل هذا، شادين معدتنا منيح قبل ما نطلع لفوق. واحد فوق، بدنا نعصر الجلوتس كثير منيح ونرجع ننزل لتحت. 3 كمان. 4 برافو عليكم. 5 6 7 8 برافو 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 كمان. 9 10. عم نعصر منيح فوق الجلوتس، نرجع ننزل لتحت. اوكي، 40 ثانية راحة. آخر تمرين وبعدين رح نبدأ ستريتش للأرجل. نعمل سايد بلانك، ايدنا تحت كتفنا بالشكل هذا، ايدنا الثانية هون، معدتنا مشدودة. أي تمرين بتعملوه ما بيشمل المعدة، معدتكم لازم تكون مشدودة. أي تمرين ما لازم تدخل المعدة أبدا، منطقة الكور لازم تحكموا فيها بشكل كثير قوي وكثير منيح. سكوات، لانجز، تمارين الصدر، تمارين البايسب، تمارين الكتاف. اي تمرين عم تعملوه معدتكم لازم تكونوا متحكمين فيها وشادينها منيح. جاهزين؟ 6 عدات. 1
2 كمان عم نطلع بحوضنا لفوق، نضل ثانية ونرجع ننزل. 2 more. اوكي بنبدل الطرف الثاني. شدوا معدتكم منيح. 1 2 كمان 3 4 5 6 بس. ممتاز. رح نبدأ ستريتش بشكل مباشر. نحن على الأرض رح ننزل ناخذ ركبتنا بالشكل هذا، نسحبها منيح، ناخذ نفس ونفضي نفس. هلا من هون ايدنا اليمين على الارض هيك، وبايدنا اليسار هيك عم نفترد بالشكل هذا. هون طبعا عم نعمل ستريتش عضلات الجلوتس، رح نحس فيهم منيح بالمنطقة هاي. رح نبدل الطرف الثاني كمان، رح ناخذ اجرنا بالشكل هذا. ايدنا هون عم نحكي بالشكل هذا. ناخذ نفس، نفضي نفس. رح نطلع لفوق، نقعد اجر ممدودة وعم نوصل هيك نمد جسمنا قدر الامكان. الطرف الثاني. اجرتين التنتين. هلا مو شرط تصلوا للاخير، شرط تكون ركبكم على الارض قدر الامكان. نمد جسمنا لقدام، رح نحس ستريتش كل عضلات القسم الخلفي من الرجل. خذوا نفس وفضوا نفس. اوكي رح نوقف فوق، رح نسند ايدنا باي محل، ومن هون عم ناخذ اجرنا بالشكل هذا، ومع ننزل لقدام ننتبه منيح، معدتنا مشدوده، عم نفتح اجرنا هيك لورا، نعمل ستريتش لعضلات الكوادرسبس، هنا الفخذ الامامي. الطرف الثاني. اوكي برافو عليك. وهيك بكون خلص تمريننا لليوم. 200 كالوري ب 20 دقيقة بس. ممتاز. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وحبيتوه. ما تنسوا تعلقوا لي كيف كان التمرين، وتشتركوا بالقناة، وتنتظروا الفيديوهات الجاي. سلام.